الحج، حج بيت الله الحرام عمل عظيم، الله يوفقكم كلكم جميعا لحج بيت الله الحرام. الحاج عندما يتحضر ويهيئ نفسه تتساقط ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر أيام الخريف. الحاج إذا حزم حقائبه في كل خطوة يخطوها تسجل له 10 حسنات. اللي يروح المكة، الذي يذهب إلى مكة، تسجل له 10 حسنات بكل خطوة، وتمحى عنه 10 سيئات، وترفع له 10 درجات. هذا الحاج. إذا ذهب إلى الحج ورجع، الملائكة ما تسجل عليه سيئات. شهر ذي الحجة واحد، خلي بأصابعك لا تنسى، شهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر صفر وشهر ربيع الأول كله، يعني 4 أشهر الحفظ الملائكة ما يسجلون سيئة على هذا الحاج الحجي اللي ذهب للحج. اسمعوا زين، اسمعوا جيدا. جاء رجل من الأبطح، الإمام الصادق يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجع من الحج، يظهر بحجة الوداع. جاءه رجل من الأبطح قال يا رسول الله أنا رجل ميل، يعني عندي أموال ضخمة، ولكني ما استطعت أن أذهب لحج بيت الله الحرام هالسنة، فمرني يا رسول الله أن أنفق من أموالي ما يؤدي بي إلى ثواب الحج. الرسول صلى الله عليه وآله، اسمعوا جيدا بارك الله فيكم، الرسول التفت إلى هذه الجهة، جهة جبل أبي قبيس. شايفين جبل أبي قبيس، هذا الجبل العظيم الذي يحيط بالكعبة بمكة؟ الرسول التفت إلى جبل أبي قبيس وقال للرجل، قال اسمع يا فلان يا أخ الأبطح، والله لو أنفقت ذهبة حمراء بمقدار جبل أبي قبيس لما وصلت إلى درجة الحاج وثواب الحاج. اسمعوا قصة هذه جيدا، اسمعوها زين. الآن عرفت الحج كم هو عظيم، كم هو عظيم. يقول له جبل أبي قبيس، أكرر عليك العبارة حتى أوصل للنتيجة، شوف المقدمة والنتيجة. يقول جبل أبي قبيس إذا تحول إلى ذهب أحمر إبريز من أرقى أنواع الذهب، وأنت أنفقت هذا الجبل كله في سبيل الله لما وصلت إلى درجة الحاج وثواب الحج. هذه عرفتوها؟ طيب هنا شوف، الوليد ابن عبد الغني النصري، الآن ذكرت اسمه لكم، من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، دخل على الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله أنا ذهبت 19 أو 19 مرة للحج، ذهبت 19 مرة، 19 مرة ذهبت للحج. هذه السنة كانت 19. اسمعوا الإمام ماذا قال له، قال أكمل 20، أكمل 20 حجة حتى تساوي زيارة الإمام الحسين مرة واحدة. الآن عرفتم المسألة كيف أحبابي؟